سعدان، تستحضر من دون شك ذكريات عندما تسمع. نعم. نقول الحمد لله، لأن حقيقة هو استفدت به درك مدة 7 سنوات نقولوا يعني الجزائر، لأن ولد يعني مربي كثير، وأمه يعني كانت حقيقة جزائرية، يعني رباته كما لازم الحال، يعني عنده تربية كبيرة كبيرة وش نقولوا كذلك. ومهما ما عنده، شوف، ما عندوش حظ باش يكون في نادي، ولكن يبقى، لأن شوف يشتغل كثير كثير في الخفاء وما يهدرش كثير، ولهذا وصل لها المستوى، وهو من الأساسيين حقيقة تاع المنتخب الجزائري. هي شوف مكتوب ربي، لأن في آخر لحظة أنا كان عندي ضغوطات كثيرة قبل ما ندير التشكيلة الأخيرة قبل الكأس العالم، خاصة من ناحية الحراس، وهو كان يلعب في بلغاريا في الوقت هذاك، وما عندناش معلومات كثيرة. أنا شفته في الفيديو عجبني حقيقة، ولكن أنا حتى لآخر لحظة نجم نقول أن المشكل اللي كان مطروح هو اللي عنده جنسية جزائرية، وخاصة كونغولية، لأن أصله أبوه كونغولي. يعني خفت الشيخ انه الجمهور مثلا يدور عليك لو تجلب لاعب عنده والد كونغولي؟ الجمهور، المسؤولين وكل ممكن ما يرضيوش على المسؤولين، ما يرضاوش على هذا. وانا ما نكذبش عليك يعني، في لان هذه باش نتكلموها بكل صراحه، لاول مره انا وقفت اللائحه حتى ل 12 تاع الليل. انا غدوه كنت ما زلت ما نمتش في الليل، وقعدت انا بقى لي المشكل تاعو، وخذيت القرار على 12 تاع الليل باش نديروا في اللائحه. قلت نتكلوا على الله، لان الغدوه الصباح باش نمد اللائحه رسميه للاتحاديه باش ترسلها وكان قرارك صائب فيما بعد الشيخ؟ لا، نقول الحمد لله اللي ما غلطش، لان ممكن بعض الاحيان تغلط يعني كنت خايف لو كيف يقولوا لك جلبت حارس كونغولي هكذا الجزائر؟ إيه، لان قليل. شوف، كان الوقت هذا كان لاريير دروا تاع في المغرب واحد باسم فرنسي، وكان حتى في تونس برازيلي، كانوا في تونس 2 برازيليين. ولكن حنا المسؤولين تاعنا ولا الجمهور تاعنا ما كانش متعوض، قال نجيب واحد غير يعني اصله تماما يعني 100% جزائري. صحيح. دونك ديفيسيل باش تفوت هذا الشيخ. وعملت تصريح قوي في ذلك الوقت، قلت انا لا يهمني اي شيء حتى لو كان لاعب مسيحي نستدعيه للمنتخب الوطني. يعني ما خفتش ربما يدور عليك الانصار؟ شوف، المفروض تشوف العالم شحال تبدل يعني صراحه. تشوف دوك العالم كيف عندك لاعبين في جميع الدول يعني يستعملوهم. هاو مثلا كانت المانيا اللي كانت ما تستعملش اللاعبين اللي عندهم يعني سومر، ما كانش. شوف دوك دخلوا المنتخبات الالمانيه، كان مستحيل باش تشوف في منتخب الماني واحد اسمر، ولكن درك عاد شيعات بواتينغ الغاني. إيه، نعم. وايضا اوزيل التركي. هذه باش تعرف باللي العالم تتغير، ولازم حتى احنا الجزائريين لازم نمشيو في هذه الطريقه. طبعا لا يدخل في اسلوب نتاعنا، ما لازمش واحد يجيب ثاني واحد اللي بعيد علينا كثير، لازم واحد اللي يقدر. لا، يبقى امه جزائريه، يعني عنده الحق في الجنسيه الجزائريه. حاجه درك عنده التاقلم تاعه. من الناحيه النفسيه درك نرجعوا لها ويفيدنا في انا نشفى حاجه مهمه. يومين قبل ما يكون المعسكر توفات امه، وراح كان معاها، وهذا كان قبل اولا في المستشفى معاها، وتكلم معها لان حست بلي راحت ترحل. ومن بعد حضر الجنازه، وجاء من بعد الجنازه وما تكلم حتى مع حد. انا جاليه ما كنتش عارف بلي توفات امه. ومن بعد غير دخل المعسكر قال لي كوتش، قال لي باغي نتكلم معاك. جبدني وحدي تكلم، قال لي فوالا، قال لي باين يعني امي راهي ماتت عندها يومين. والله فاجأني. اولا سمعت الكل، ومن بعد تكلمت مع الطاقم التقني مع اللاعبين وكل باش يفهموا الوضعيه تاعو. قالها واش صار. ومن بعد اخي قلت لك انا في نفس الكلام، من بعد زدت كلمته قلت له باش تقدر يعني تنسحب يعني من الاسبوع، لان راك في وضعيه نفسيه صعبه، يعني باش تروح ترتاح قال لي لا، قال لي امي، هذه زين اكد، قال لي امي اللي عطاتني قالت لي بالك ما تروحش المعسكر وتروح تلعب مع الجزائر.
قال لي امي اللي عقلتني قالت لي بالك ما تروحش المعسكر وتروح تلعب مع الجزائر.